السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم فصال بدلة مال أميرة، العمر 9 سنين، انطلب من يمي قناة ذهب ووهج. الذهب هذا أول شي راح أقص الكركش اللي جوه 16 سنتيم، راح أطبق القماش كليته، يعني من جوا هذا الكركش كبير بيها الفستان. هذا طابقته 4 طبقات، هذا وين ما أشرته. هسه من أشرته أشوى منا ومن هنا، أطبقه حسب التأشيرة قياس اللي أخذته. هاي راح أطبقه 4 طبقات. هاي طبقت القماش 4 طبقات على القياس. نجي نقصه، بسم الله، نجي أطبقه من هنا. طلعت هذا الكركش، هسه أجي أقص الكلوشة مال فستان. أطبق القماش طابقتين، أرجع هيك أطبقه 4 طبقات. هسه طبقت القماش هيجي، نجي من الزاوية نطبقه تصير 4 طبقات. هسه راح ناخذ قياس التنورة. من هنا عندنا 18 سنتيم مال خصر. قياس الخصر مطبوق 4 طبقات. من هنا الطول 70 سنتيم. هاي نفس الحركة نسوي هيجي، عم تجي مستديرة كاملة. نجي من هنا 70 سنتيم، وبالنص همينة نحط نقطة 70 سنتيم، وهنا همينة 70 سنتيم. راح نجي نكمل النقط هيجي، راح تجي عدلة، تجي الاستدامة مضبوطة يعني. هسه راح أقص الخصر. نجي نقصها، أقصها وأحط هاي عليها هيجي، تجي مضبوطة. صار عندنا هذا شكل التنورة. بعد راح أسوي طبقة اللخة فوقها وأخلطها بلاستيقات. 6 لاستيقات أحتاج رفيعة، عوض إصبع أقل، طول شبر 6 سنتيمترات 22 سنتيم. هسه أقص التنورة اللخة اللي فوقاها هم نفس الحالة، أقصها كلوشة بس أقصر من يمها، يعني اللي هنا ويا الخرطة مالتها. هم أطبقها طبقتين نفس الحالة. حط هاي عليها، خط القياسات. هذيك أقصر من يمها، أقصر من يمها ب20 سنتيم. أما نخطها كلها أشرها، قيس من هنا 50 سنتيم. هاي 50 و50. نجي نقصها من هنا نفس الحالة. طلعت عندي هاي اللخة. هاي راح تجي فوق الكبيرة، راح اخبطها باللاستيكات هنا هيجي وهنا هالشكل. هسه خلينا نقص الصدر مال البدلة، طبقة طبقتين. راح هسه اقص الصدر مال الفستان، اطبق القماش طبقتين. القياس عندي من جوا 23 سنتيم، طول الصدر 37 سنتيم. نجي نحط الحفرة، كتف عندي 17 سنتيم، هاي حفرة الردن. ومن هنا نسوي شوية تخصير ننزلها. هذا قصة الفستان، الصدر مالته. هسه نقص الظهر، قام اطبقها طبقتين نفس الحالة، بس اعطيها منا اصبع ومنا اصبع على مود السحابة، دقمة من ورا، يصير يعني بيها خياط من اللي ورا. قام اطبق الصدر عليها، هاي طيت هنا اصبع بالسنتيمترات 2 سنتيم، ونجي نقص من الظهر. مو حفرة غميجة، تصير حفرة اقل من خلف. نجي نقصها بالنص. نريد نحط دقم، نريد نحط سحابة من اللي ورا عادي يصير. كف حفرة الصدر. هسه راح اقص هاي الوصلة، تجي فوق الدلعة مالتها مال الصدر، تجي هالشكل قرنصة. راح اقص هاي بالصدر شلون الفيونكة تجي وردة كبيرة. هسه نقصها
قياسات. هاي عندي هاي البصلة ظلت اطبقها طبقتين. قياسات 48 سنتيم. القصة شلون الكلوشة شوية يعني، فعملنا عدلة بدنا شوية لأنها حتجي من الكتف، هاي تجي من جوا وهاي تجي من فوق، بس سويها شوية مقوسة. وإنا نعطي إصبع مال الخياط من ورا شكل بالظهر، ومن أنا عندي طولها 23 سنتيم. نيجي نفس الحالة هيجي عم تعدل تصير عدلة نفس القياسات. هاي راح تجي عندي بالصدر هيجي تنخرط، نحط لها فيونكة وابدأ من نفس القماش هنا بوسطها. هاي كملت، نصير نقص الحزام. هاي الوصلة اللي ظلت راح اقص منها حزام، نطبقها هيجي نعدلها. نجي نعدل القماش كله. نجي فوقها نساويها. هسه خلصنا الحزام، خلصنا الفصال. هسه اشر التنوع اللي فوق هاي اللي فوق اللي راح تجي بيها خرطة، اشر مكان اللاستيقات لان انا راح احط 6 لاستيقات تجي هيجي تخرطها. اول شي نقلبها على القفة، شلون هسه انا قلبتها واطويها هيجي طويها بهذا الشكل. نجي نخطها بالطباشير عمود يجي اللاستيق مضبوط عليها بنخرطها بيه. هذا بالوسط، واجي هنا اقيس من اللي هنا 12 سنتيم، نص صفحة لهاي 6 سنتيم. عندنا هذا التأشيرة، اجي اطويها هم نفس الحالة هيجي واشرها، لانها 3 لاستيقات من قدام راح تجي و3 لاستيقات من اللي ورا. راح اخط بها التنوعة. هاي الطاوية مالتها اخطها نفس الحالة. هسه صارت عندي هذا خط وهذا خط، والخلف همينه نفس الحالة ااشرها. سأكفها واحط اللاستيقة اخلطها منها ومنها. نيجي على ذني الصفاحي همينه نفس الشكل، مو اطويها هيجي عشان طوت عندي، راح يصير منها خط راح اشفها بكل بساطة تجي متوازية. وعندي هاي الصفحة الأخيرة، هاي راح احط لاستيقة من اللي هنا استخلطها من اللي هنا. هاي 6 لاستيقات مقصقصتها. اول شي راح اكفها وبعدين احط اللاستيقة. هسه ابدي احط اللاستيق، احط اللاستيق على الخط اللي سويته، انا كلها خططتها التنوع. خيطن كلهن نفس الطريقة. هسه كملتها كلها، راح اخيطها من الصفحة. هسه راح اكفها، طبقها اصفر، قلل اصفر، تنطبق طبقتين عملت السلت. هسه راح اخيط الكركش التنوع من جوا، خيط الكركش مالتها، اسوي خرطات ناعمة كسرات كلش ناعمة.
هسه من كملت الكركش اللي بالتنورة من جوا، نجي على الصدر مال الفستان. هاي الحافة قصلها وصلة على قد الحافة ضبط، ما يحتاج لاصق، هاي القماش شوية واقف، اقص على قد هيجي اصبعين وصلة، نجي اخيطها بيها. هسه من كملت نقصقص هذا القماش الزايد، نجي نقصقصها شوية شوية على مود من اقلبها خيطها تجي بسهولة. نقلبها هيجي. هاي ما كفيت الدلعة، نجي على الخلف مال الفستان، هاي من هنا فاتحته خيطة خياط، وعوف للفستان هيجي فتحة، انا راح احط دقم من ورا، نجي نطوق عليه الصدر، نجي نخيطه. هاي اني عوف وصلة منها زيادة على مود اكفها كفة هيجي، ما احط له وقعة. هسه كملته، اجي راح اكف الحفرة مال الفستان هيجي، هاي اكفها واسحبها عمود ما تصير يعني مخروطة. اجي هنا على حفرة الظهر بقى هيجي وهيجي، وهذا الشتي فهمنا اطق خياط على ما يتفتك. هسه اطبقها منها ومن الفستان، قبل ما اطبقه احط له الحزام، عوف هيجي اصبع مال الخياط مال التنوة وياه، واطبقها من هنا عليه. صفحة اللخامية خيطها نفس الشكل اطبقها، احط له حزام، كملته راح اقلبه. اجيب هاي التنوة اللي سويتها راح اطبقها من الصفحة، هاي منها ومنها راح اطبقها. اطبق الصفحة اللخامية نفس الشكل. هاي من اعطيها كفة من جوا، هاي اقلبها هيجي، من اقلبها اجيب عليها هاي التنوة الثانية اللي خبطتها والبسها بيها، احط الخياط من الخياط واجيبها عليها. هاي راح اطبقها خياط من هنا اثنيناتهن، واطبق الصدر، راح اطبق اللي فوق بالجوا بالتنوة مالتها، اقشرها من الوسط على هذه عم تجي مضبوطة. راح اقلبها اني من جوا، اقلبها من جوا هيجي، يعني يصير القميص ببطن التنوة عاد يطلع مضبوط، وابدي اخيطها. هسه كملتها طبقتها بيها، اخيط الوصلة هاي اللي بالصدر تجي مثل الفيونكة كبيرة. اول شي راح اكفها اصبع هيجي اقل من الاصبع، هسه كملنا الكفة. راح نسوي هاي الوردة الفيونكة، هاي قصة هيجي وصلة قصيتها شلون المستديرة، راح اخبطها من هنا تصير كسرات تصير وردة.
قص الوصلة الزايدة فيها. ولما سويتها هيجي راح اسويها بالابرة الخيط اخوطها واحط بيها اليلو. بس الباقي اسوي بالابرة الخيط هاي الوردة على مود تنخرط كلها تنجمع سوية. هاي اخيط الوردة داير حبلها من هنا. انا سويتها كسرات بالماكينة، بعدين بالابرة الخيط خيط داير حبلها من جوا من بطنها، بعدين اسحبها اقلبها من هاي الصفحة، راح اخيطها كلها ألمها من هنا من جوا. ورا ما اكملها احط بنصها اليلوة. هذا الشكل النهائي مال الوردة. هسه هاي الوصلة اللي كفيتها من هنا ومن هنا مال الصدر كلها كفيتها داير حبلها، راح اطبقها بالنص، وطبقتها بالنص راح اقشرها من هنا ومن هنا. يعني راح اسويها كسرات، راح اسويها خرطة وتجي بها الوردة هنا. اول شي نبدي من فوق اصعد الكسرة لي فوق. هاي كملت عندي الوصلة. احط لها الوردة بالنص هنا. هاي صدر الفستان نجي نقشر الفستان همينه من الوسط قشرة. راح اخيط هاي الوصلة اللي خلطتها عليه، هي هاي الوصلة اللي خلطتها راح اخيطها بيها هنا. اجي افرها هيك الوصلة هاي مفريتها، راح اجيبها على الخلف هنا همينه نفس الحالة راح اخلطها. انا عرفت الفستان من اللي هو مفتوح، هسه احط له دقمة اسويها. اجي الصفحة اللخ همينه. هاي الوردة عندي كنا نحطها هنا خيطها. نجي افر الوصلة الصفحة اللخ بنفس الحالة، اما راح اخلطها بحاشية الفستان. اعوج هاي الكفة واخيط. هسه كملناها. هسه خلص عندي الفستان، راح اطبقه هيجي هنا ومنها همين اطبقه احط له دقمة على مود يفوت الراس مال البنية. الصفحة اللي همينه راح اطبقها نفس الحالة ونحط لها دقمة طباقة. هاي هنا احط لها طباقة. اشوفكم الشكل النهائي مال الفستان. وهذا الشكل النهائي مال بدلة القناة ذهب ووهج. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، لا تنسونا باللايك والاشتراك، ودمتم في امان الله.